أسعد الله مساكم ويسعدني ألتقي معاكم مع هوس جديد من هوس نسائنا العزيزات الغاليات. أتمنى يكون كلامي خفيف ومفيد للجميع. دخلتكم قبل شوي منطقة محظورة من المنزل، فأنا عندي زوجة وأربع بنات يسكنهم نفس الهوس اللي يسكن نساء العالم. منذ القدم والنساء مهووسات بالشنط. هذه أقدم شنطة وجدت على وجه الأرض، عمرها 4500 سنة. المرأة اللي كانت تمتلكها واضح أنها كانت أنيقة جدا، فالشنطة مزينة بأكثر من 100 سن من أسنان الكلاب. تطورت الشنط من شيء عملي إلى شيء جمالي إلى شيء يحدد المستوى الاجتماعي للمرأة التي تحملها. لا تفهموني غلط، فأنا أحبذ الشنط وأقدرها، وأظنكم شفتوا ايش قد اشتريت، لكن عندي بعض التحفظات أرجو تسمعوها. أولا، يحزنني جدا أن تطغى الكماليات على الأساسيات، والشنط لا شك من الكماليات. فمو من الحكمة أن امرأة تشتري شنطة شانيل 30,000 ريال وهي ما وفرت منزل مرتب أو سيارة آمنة أو دفعت تكاليف التعليم لأبنائها. ثانيا، لازم المرأة تفهم ثقافة الشنط، متى تستخدم الكلوتش، متى تستخدم الكروس باج، متى تستخدم الفلات باج، متى تستخدم الشولدر باج، ومتى تستخدم التوت. قاعد يشوف بلاوي في الأسواق والأماكن العامة، وخصوصا في استخدام الباك باج والعباية. ومن ثقافة الشنط نحن نعرف اسماء مصممينها، فمن المضحك ان واحدة تشتري شنطة ب50,000 إرمس وفي الأخير تسميها هرمس. والوي فاتون حكاية، سموها لويس فاتون والخبصوا بالاسم، لكن حلوها الخليجيات وسموها LV في النهاية. أيضا يا سيدتي لازم تتعلمين كيف تحافظين على الشنط، الرجل المسكين دفع دم قلبه فيها. وتطور الهوس إلى ربط الشنط بالجزم، وطلعت لنا حين فندي في الأخير بالمونسترز اللي تضاهي أسعار الشنط. أخيرا الشنط شيء جميل، الله يهنيكم بشنطكم، لكن نكون حكيمين في اقتنائها وفي المحافظة عليها. وانهي موضوعنا اليوم بشكر خاص لكارل لاجرفيلد مصمم شانيل وفندي اللي صمموا المونستر على شكله واللي خذ من فلوسنا الكثير.